خسارتك من اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ما كانتش بالنسبه لمعظم جماهير النادي الاهلي الخساره اللي تقلب الدنيا بالنسبه للشارع الرياضي في مصر، وبالتحديدا اللي بيخص النادي الاهلي. ولكن لو احنا جينا نتكلم بشكل اوضح، هي ابرزت العديد من المشاكل عند النادي الاهلي، وتحديدا في الناحيه الاداريه، في الناحيه اللي بتخص المدير الفني وعلاقته مع الاداره او مجلس اداره النادي الاهلي، للناس اللي بتشتغل على ملف التعاقدات والصفقات. شفنا قبل كده في 2023 اثناء ما النادي الاهلي كان بيلعب مباريات كاس العالم للانديه، وقبل سفره الى المغرب في هذا التوقيت، النادي الاهلي متمثلا طبعا في مديره الفني مارسيل كولر اشتغل مع الصحافه او الاعلام بانه او اشتكى مجلس الاداره بانه لم يوفر له مهاجم. الموضوع بيتلخص يعني سريعا كده في انه مارسيل كولر بيطلب طلبات النادي الاهلي متمثلا في مجلس ادارته ما بيحققهاش، فبالتالي المدير الفني بيضطر ان هو يطلع يتكلم في الاعلام. الموضوع ده ما عجبش النادي الاهلي او ما عجبش مجلس اداره النادي الاهلي على وجه الخصوص، وبالتالي بدأ ان هو يتولى مهمة تغيير المترجم علشان مش كل الحاجات اللي بتتقال يتم ترجمتها، وبالتالي حصل المشهد اللي شفناه بعد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة النادي الاهلي امام اورلاندو بايرتس. انت خسرت خسارة منطقية جدا امام اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، وكان السبب الاساسي فيها هو انك لم تدعم الفريق بصفقات، لم تدعم الفريق بالاحتياجات الخاصة بالمدير الفني، وبناء عليه ظهرت بهذا الشكل السيء في المباراة مع غياباتك اللي حصلت، سواء كانت من محترفين او لاعبين محليين من العناصر الأساسية. ولكن في النهاية انت خسرت المباراة فنيا وإداريا. عندك فشل كبير جدا في ملف الصفقات والتعاقدات، عندك فشل كبير جدا في إعداد الكوادر الإدارية داخل النادي. ما بتحاولش انك انت تطور من المنظومة الرياضية بتاعتك علشان توصل على المدى في خططك الزمنية لأبعد من الإنجازات اللي حققتها في المواسم اللي فاتت. النادي الأهلي باختصار مجلس إدارته محتاج وقفة مع نفسه في البداية علشان يقدر يحدد إن كان هو يعني حابب يخدم الكيان بالشكل اللي المفترض إن هو يخدمه بيه، ولا خلاص المهمة انتهت وأنا بتنتهي مدتي في فترة ولايتي الثانية، والمفترض إن أنا خارج بره أسوار النادي في شهر نوفمبر القادم. كل الحاجات دي هتبان مع الوقت، ولكن كجمهور النادي الأهلي محتاجين دايما ان مجلس الاداره يكون عنده توضيحات منطقيه، مش اسباب فقط لتسكين الراي العام في الشارع الاهلاوي، ولكن تخرج لي باسباب منطقيه، تخرج لي بتقارير وارقام عن الملفات اللي منوط بيك العمل عليها خلال المواسم اللي فاتت، وتحديدا الموسم الحالي، وكمان ملف عن اختصاصات شركة الكرة اللي لم يكن لها دور منذ إنشائها وحتى هذه اللحظة.